السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناتكم مطبخ وفاء. نتمنى تكونوا في احسن احوال يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم عصير صحي 100% بواحد المكون ما كيبغيوهش الدراري الصغار. ديروه لهم في العصير وغادي ياكلوه بلا ما يحسوا. كلنا كنعرفوا المنافع ديال القرعه خضراء لا تعد ولا تحصى، ولكن نظرا للمذاق ديالها الباسل الاغلبيه ما كيبغيوهاش وخصوصا الصغار. جربوها بهذه الطريقه هذه وانا متاكده غادي تولي معتمده عندكم. هنايا غادي نحتاج واحد الكميه ديال القرعه خضراء مقطعه الى دوائر. هذه الكميه لا باس بها، انا استعملت واحد 3 ديال الحبات متوسطين. كنزيدوا عليها واحد الساشي ديال فاني، واحد 2 معالق كبار ديال السكر او حسب الذوق، وكنغطيو القرعه ديالنا بالماء القياس اللي طيب فيه. كنديروها فوق النار ونخليوها طيب مزيان مزيان ونخليوها حتى تنشف من الماء ديالها. بعد ما خليناها بردت تماما كنديروها في واحد الطحان كهربائي. كنضيفوا لها واحد حبه كبيره ديال البنان وواحد 5 ديال الحبات ديال التمر، وكنضيفوا الحليب شويه بشويه على حسب الختوريه اللي بغينا. في الاول كنضيفوا غير شويه ديال الحليب حتى كيبان المكونات طحنوا لنا مزيان مزيان وتجانسوا. عاد ديك الساعه كنبقاو نضيفوا شويه بشويه. وكيكون هذا هو العصير ديالنا، ها هو وجد. نتمنى تجربوه يعجبكم وبصحه وراحه.